الفيديو ده مخصوص لاي حد عنده فتحه سقف في العربيه، خصوصا اصحابي اللي عندهم سيات ليون وفتحه السقف عندهم ما بتبطلش تزييق. تعال اقول لك على حل للتزييق ده. التزييق ده بيحصل بسبب تراكم التراب في الكاوتش بتاع فتحه السقف، وطبعا مع الوقت بينشف، واحنا عارفين ان الخامات كده كده مش احسن حاجه. ده اللي راكبين مرسيدس ساعات بيحصل معاهم كده. والاهم كمان واللي محدش بياخد باله منه هو الكاوتش بتاع الابواب، واللي برضه مع المطبات بيعمل تزييق مش حلو. انا النهارده جاي لك بالحل، سبراي سيليكون، وده ممكن تشتريه اي نوع عادي مش هتفرق. اللي هيفرق بس هو ان الانواع الغاليه بتقعد فتره اطول، وده سبراي شفاف مخصص لتليين الكاوتش والمطاط، وبيطول من عمره ويخليه ما يشققش ولا ينشف من الشمس. بكل بساطه قبل ما تغسل العربيه هات قماشه مبلوله وامسح بيها كل الكاوتش بتاع الابواب وبتاع فتحه السقف، وشيل كل التراب اللي موجود عليه، وبعدين رش عليه سبراي سيليكون وسيبه شويه لحد ما ينشف. ولو سبته فتره هتلاحظ انه بدا يلم تراب، عشان كده قلت لك استخدمه قبل ما تغسل العربيه بيوم ولا حاجه، عشان وانت بتغسلها الميه هتنزل السبراي الزياده. انا شخصيا بعمل الحركه دي كل اسبوعين لشهر على حسب ما ربنا يقدرني، وبتساهم بشكل كبير في تقليل الاصوات جوه العربيه.